زرت جامع عمره أكتر من 1000 سنة ولسه واقف لحد النهاردة. مسجد الحاكم بأمر الله. دخلت شارع المعز من باب الفتوح وأول حاجة قابلتني مسجد الحاكم بأمر الله. المسجد بدأ بناؤه الخليفة العزيز بالله الفاطمي سنة 989 ميلادي، لكنه توفى قبل ما يخلص فكمل بناء ابنه الحاكم بأمر الله وافتتحه سنة 1013 ميلادي. يعتبر تاني أكبر مسجد في القاهرة بعد ابن طولون وأكبر صحن داخلي في مصر بمساحة 5330 متر مربع متغطي كله بالرخام الأبيض. تصميم فيه بساطة وتكراره معتمد على الإضاءة الطبيعية. المحراب بسيط بس فخم في شكله، وده كان ستايل الفاطميين، جمال من غير تكلف. من أكتر الحاجات اللي لفتت نظري في المسجد المأذنتين بتوعه اللي هم أقدم مآذن باقية في القاهرة لحد النهاردة، ومبنيين جوه أبراج دفاعية من أيام ما كانت المدينة كلها قلعة فاطمية. المآذن هنا مش بس مختلفة في الشكل، مختلفة كمان في الوظيفة، كانت بتحمي وتراقب وتعلن الأذان من فوق القاهرة كلها. المسجد اتعرض للإهمال لفترة طويلة وتحول لمخزن ومدرسة وحتى سكنة عسكرية. عدى عليه أحداث كتير لدرجة هدم وسقوط بعض أجزائه، فعدى عليه كتير من عمليات الترميم، آخرها لما جماعة البهرة رمموه سنة 1980. ناس كتير بتنتقد الترميم لأنه مش مطابق للنسخة الأصلية، لكن رغم كده محدش يقدر ينكر جماله الحالي.